هاي، ازيكم عاملين ايه؟ وتكونوا كويسين. زي ما قلت لكم احنا بنحاول متأخرش في الفيديو، النهارده اجي اتكلم عن كريم رخيص جميل تحفة، بيفرد الشعر وبينعم الشعر. وبصوا، هو مكتوب عليه بديل كرياتين، وهو بديل كرياتين وبروتين. مش هطول عليكم، بس انا كنت عايزه احمسكم شويه للمنتج لانه بجد رخيص جدا. وانا شخصيا استغربت ازاي منتج بالرينج الصغنن ده بيديكي النتيجة التحفة دي. فيلا بينا مع بعض نبدأ الفيديو ونشوف ايه هو الكريم الواحد اللي هيفردلك وينعملك ويهديلك هيشان شعرك ويظبطلك كل ده. فيلا بينا مع بعض نبدأ الفيديو. الفيديو اللي فات اللي هو كان قبل ده بالظبط انا اتكلمت عن الحمام كريم بتاعه او الكريم بتاعه، بس كان لصفة معينة وهو كان ليه تطويل الشعر. وقلت قد ايه ان هو جميل، وقلت ان قد ايه البراند دي اللي هنذكر اسمها لاحقا ان هي كويسة، ان انا جربت منها كذا منتج والكذا منتج كانوا كويسين. ده تاني منتج انا هتكلم عنه من اسم البراند دي، وواحدة واحدة هناخد السايت كلها، بس هناخد حاجة حاجة. المهم ده تاني حاجة. يا ترى ايه هو بقى؟ هو الكريم، كريم الشعر بتاع ناتشورال او بتاع نتائج الطبيعة. النتائج الطبيعة ده اختراع. ده بصوا خلصان وجايبه منه، يعني ده كده خلصان مني، ولسه عندي اتنين كمان لسه جايباه ومرضتش اتكلم عنه خالص غير لما يخلص عشان اقدر كده اهو، عشان اقدر اتكلم عنه بجد. وكمان ده المشروب المفضل ممكن نجيبه ونيجي عشان هنقعد نحكي مع بعض شويه ونشوف البتاع الاختراع ده قد ايه هو جميل. وهتكلم عن حاجه حاجه فيه من اول سعره لنتائجه اللي بيستخدم ازاي لكل حاجه. فالموضوع هيطول بينا شويه. المهم مش عايزه اطول عليكم برضو عشان مده الفيديو ما تكونش طويله. البتاع ده مكتوب عليه ان هو بديل الكرياتين او ان هو بيفرد الشعر. فهل هو بيعمل كده فعلا؟ البتاع ده كلمة بيفرد الشعر دي كلمة مش طبيعية. مش طبيعية ليه؟ يعني ليه بقول كده او انا واثقة من المعلومة دي قوي؟ يعني انا جيت في مرة اجربه على شعري، حطيت منه حبة او حتة، وبعد كده استخدمت الكريم بتاع الكيرلي علشان اعمل كيرلي لشعري. الكريم ما تأثرش، يعني شعري ما تأثرش بالكريم الكيرلي وفرد بسبب ده. يعني الكام حته اللي خدتهم منه هما فعلا فردوا الشعر وكاني ولا حطيت اي كريم كده. ودي كانت اول حاجه فيه، ان هو اثبت لي ان هو فعلا بيفرد الشعر. ودي كانت اصدق حاجه انا جربتها واصدق حاجه ممكن تاكد لي ان هو فعلا بيفرد الشعر. فكره ان انا استخدمه مع كريم الكيرلي والكريم وشعري ما يستجابش للكريم الكيرلي ويستجيب لي ويفرد. وللعلم الكريم الكيرلي ده انا بستخدمه على طول بعمل بيه شعري كيرلي، مش اول مره اللي هو مثلا ممكن يبقى شعري مش قابل للكريم. لا، انا دايما بعمل شعري كيرلي بالكريم ده. فالفكره ان هو اتغلب عليه بقى، يعني كان نتيجته اقوى منه وفرد اكتر ما يكون عمل كيرلي. طيب بيفرد بجد؟ بيفرد فعلا. وكل ما هتكتري الكميه اللي انت بتاخديها على ايدك عشان تعمليها كده وتحطيها على الشعر، كل ما هيفرد معاكي اكتر. يعني معنى كده اني اخد نص الكيس احطه على ايدي؟ لا، انا ما قلتش كده، بس ما تاخديش منه سنه صغنطوطه ونعمل كده شعري ما فردش. لا، هو عايز تاخدي منه كميه معتبره وتحطيها على شعرك. تاني حاجه وهي ان الكريم ده البتاع ده فيه كميه زيوت مغذيه للشعر مش طبيعيه وجميله جدا. بيريح الشعر من الهيشان، بجد ما بتلاقوش هيشان في الشعر خالص، بتلاقوا ان الشعر ناعم وهادي وحلو. يعني بيفرد وبينعم وبيهدي الهيشان وبيدي الشعر لمعة كده انتوا ممكن ما تكونش واخدين بالكم منها قوي الا لما تركزوا فيه. فقد ايه بجد هو يعني يستاهل السعر اللي هو عليه وازيد منه كتير جدا جدا جدا. في كريمات بتبقى غالية، لو حد بيجرب كتير هيبقى فاهم ان هي مش بتديكي نفس الافكت ده، بس بجد ده اثبت لي ان هو افكت جامدة جدا. انت كده بالكيس ده، بس في كيس واحد رطبتي وفردتي شعرك ونعمتيه وهديتي الهيشان وغذيتيه. انت بتحطيه على الشعر عادي زي ما قلت لكم، وبعد كده بتسيبيه خالص على الشعر لغايه لما الشعر ينشف بالكامل. وبعد كده بقى هتحسي او هتشوفي قد ايه ان هو فردلك الشعرايه بتاعتك. بينفع قوي 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 للناس اللي شعرها كيرلي او مموج تمويج خفيفه،
او الناس اللي عايز تفرد شعرها بشكل عام، مش شرط يبقى شعرك فيه حاجه وانت عايز تفرديه، ممكن تبقى عايز تفردي شعرك او تحب او حابه تخليه ليس كده لوحده، فده هيكون ممتاز. هيديكي كميه حاجات كده في حاجه واحده مش طبيعيه وجميله جدا. سواء كان بقى سعره من 12 ل 15 جنيه نفس سعر الحمام الكريم، بس ده تحفه 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 ونتايجه رهيبه. انا خلاص الفيديو، اشوفكم في فيديو تاني وجديد.